الآن يمر المجتمع الكويتي في انقسام بين شقين. شق رافض لموضوع سحب الجنسية والشق الآخر مؤيد لهذا الموضوع. أين يقف رياض العدساني بين هذين الشقين؟ أنا أقف مع الحق، واللي صار سحب الجناسي هذه قمة بالانتقائية والظلم بسبب، خلنا ناخذها محور. إذا كان في شخص مزور فيجب تطبيق القانون عليه ومن ساعده في هذا التزوير. ولكن سحب الجناسي الحين نتكلم في كلام عام، خلينا نتكلم في كلام خاص. سحب الجنسية عبد الله البرغش أو نبيل العوضي أو أحمد جبر شمري أو غيرهم، هل أتت الحكومة بدليل واحد؟ دليل واحد. بعضهم احنا نسمعهم يطلعون نواب بين فترة وفترة، خرج نائب وقال ان النائب الفلاني انسحبت جنسيته، اللي يقصدنا طبعا هو عبد الله البرغش، لان في خلاف في قضايا من هالكلام هذا. انت يا النائب اللي طلعت وتكلمت، هل اطلعت نائب من المجلس هذا، هل اطلعت على الاوراق على اساس تظلم اسرة البرغش؟ اللي نفترض جدلا الخطأ يقع على عبد الله البرغش، جدلا فرضا، واضح، هل تقع الجريرة على كل أهله 58 واحد نهوا خدماتهم، الموظفين المتقاعدين وقفوا رواتبهم، كذلك وقع أيضا الظلم على غيره، أيضا أحمد جبر الشمري، نبيل العوضي وغيرهم. احنا نتكلم اليوم بالحق والقانون. راح النائب السابق عبد الله البرغش وقدم طعن في المحكمة وقال أن السحب هذا غير صحيح. الحكومة ما قدمت ولا دليل تثبت صحة المرسوم الذي صدر لسحب الجنسية. فيبقى اليوم أنت كمواطن، ترى هي بالنهاية مو كرت عضوية، هذه جنسية. هذا إعدام مدني يسمونه. إذا نفترض جدلا لأي شخص زور، ليش ما حاسب الشخص اللي زور وحاسب من سهل المهمة عليه والمستندات واللي وقع المعاملة هذه؟ لكن التزوير إلى الآن مو موجود، لأن أول حكم صدر بالموافقة بإعادة الجنسية لعبد الله البرغش، ثاني حكم امتنعت عن النطق. لكن السؤال يطرح نفسه، أنا كلامي يرجع لمجلس الأمة. إذا المحكمة امتنعت والحكومة تعسفت، يبقى وين دور مجلس الأمة؟ هل في واحد منكم اطلع على الأوراق بصحة؟ أنا أتكلم لكل اللي سحبوا الجناسي مو على شخص معين. في واحد منكم اطلع على جنسية أي شخص وشنو المستندات الدالة اللي بناء عليها الحكومة اسحبت جنسية؟ واحد من النواب دز سؤال برلماني، وما دز سؤال عام، دز سؤال لماذا سحبت جنسية نبيل العوضي. زين، طلع الإجابة. أنا على قناعة الحكومة أصلا ما جاوبتك ولا ردت عليك أساسا. وليش ما حسبت الحكومة اللي ما ردت عليك؟ وليش ما أنت دزيت سؤال على كل اللي سحبت جناسيهم؟ وين دور الرقابة؟ والمشكلة يطلعون لك النواب ما يقول لك شأن سيادي، شأن سياسي، يعني معترفين، وسحب الجناسي احنا معارضينه. زي تطلع في التلفزيون وتعترض، يمكن نفس السؤال قد يوجه لي، يقول لك انت ليش قدمت استقالتك؟ لو انت موجود لحاسبت، ثق بالله لو موجود لا قدمت استجواب ويشطب. مجلس خالص مبرمج على شط الاستجوابات وعدم مساءلة، السكوت كالرضا. بالإضافة البعض يمكن يقول لك شنو قدمتوا خلال الفترات السابقة. أنا ما نلتمس العذر حق نفسي. في مجلس 2012 ماني قايل لك والله أنا توني يعمر البرلماني يعني قصير، لا بحاسب نفسي. 2012 قدمنا إلى المحكمة الدستورية يرون صحة ودستورية أن تقديم طعن على أي شخص تسحب جنسيته. ترى بالمنح لا ينظر فيه، ولكن بالسحب ينظر فيه. البعض يقول لك فرنسا سحبت الجناسي، لكن فرنسا تقدر تقدم طعن في المحكمة، وإذا حكمت المحكمة تردك الجنسية. هذا الفرق. وين دور الأعضاء المجلس الأمة؟ صم بكم؟ هذا كلام ما هو صحيح ولا دستوري. يعني إذا رحت لكلام رب العالمين ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإذا رحت إلى الدستور العقوبة شخصية، ما تقع العقوبة على عائلة كاملة. وأنا أتكلم لكل من سحبت جنسيته، ما دام ما في دليل أنا أقول لك نعم وقع الظلم عليهم.